السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. النهارده ان شاء الله هقول لكم على فكره جميله جدا تغطوا بيها السجاجيد بتاعتكم وتحافظوا عليها بدل غطاء السجاجيد اللي هو التركي. بصراحه غالي جدا. ده اللي انتوا شايفينه ده كان واحد كده غطا بتاع سجاد يعني تركي. كنت جايباه السنه اللي فاتت كان ب110 وكان سعره يعني مناسب، ما كانش غالي. بس السنه دي طبعا الاسعار ارتفعت قوي وبقت يعني حاجه فوق الوصف. ده كده المقاس ده بيعمل دلوقتي تقريبا 220، والمقاس الاكبر منه بيعمل 270، والمقاس اللي هو 2 في 3 عامل تقريبا 380. فانت يعني لو زودتي على 380 دي شويه هتجيبي سجاده جديده. فطبعا سعر غالي جدا، مش اقتصادي ومش موفر. فانا طبعا النهارده هقول لكم على فكره حلوه جدا تغطوا بيها السجاجيد بتاعتكم وتحافظوا عليها. فكره حلوه وشكلها برضو حلو قوي وموفره، مش غاليه خالص. دي كده القماشه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اسمها قماشه شانيليا. زي ما انتوا شايفين كده هي بتبقى عامله زي القطيفه كده شويه، ودي كده العدله بتاعتها، وده كده القلبه. يعني انت ممكن كمان تفرشيها بالناحيتين. دي طبعا ممكن تلاقيها عند اي حد بتاع قماش جنبك، وممكن كمان تلاقيها في الازهر. بس الحقيقه دي انا جايباها يعني من الازهر، لان هناك ممكن هتلاقي الاسعار يعني اقل شويه. دي كده كانت عامله المتر بتاعها كان عامل 32، بس احنا طبعا نزلنا معاه في السعر لغايه لما خدناها ب 28. فكده يعني سعر المتر مش غالي خالص. طبعا بالنسبه للسجاده اللي هي العاديه الصغيره ممكن انت تجيبي تقريبا مترين يعني هيكفوها. طبعا هيكفوها، هتبقى كويسه، بس هيبقى فيه يعني قد تقريبا اقل من نص شبر من الناحيه دي ومن الناحيه دي كده، هيبقوا يعني مش عليهم يعني فرش وكده. فانا بصراحه الراجل يعني قال لي ان هو هيكفيها 2 متر، فانا جبت تقريبا 3.5، لان بصراحه عايزه اكسي الحته كلها يعني اغطيها كلها، لان هعملها ان شاء الله للسجاده اللي في الصاله قدام الباب. فكنت عايزه يعني اغطيها كلها علشان يبقى سهل عليا ان انا اغسل الغطا ده في اي وقت. اول حاجه طبعا يا حبايبي انتوا بتفرشوا كده المفرش بتاعكم على السجاده بتاعتكم كده، وتشوفوا المقاس بتاعها مظبوط كده ولا لا. انا دلوقتي فرشتها اهو من اول السجاده هنا لغايه الحته اللي هناك كده لغايه اخر الحيطه، والحته الزياده دي بقى هقطعها كلها دلوقتي بالمقص. دلوقتي كده انا قصيت المفرش بتاعي مقاس السجاده بالظبط زي ما انتوا شايفين كده اهو لغايه الحيطه هناك، ومن الناحيه دي برده كده لغايه الحيطه. وطبعا بقى هي الحته الصغيره دي اللي هي كده مش مفروشه. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ دي كده الحته اللي هي الزياده هاجي برضو اقسمها بالعرض كده نصين، وبعد كده بقى هوصلها في الحته في المفرش من الناحيه دي كده، وهكمل المفرش بتاع السجاده بتاعي. وطبعا انت ممكن تعمليها بمكنه خياطه لو عندك، ولو ما عندكيش هتعمليها بابره وخيط كده زي ما انا هعملها. بتخيطيها طبعا بغرزه بتكون ضيقه خالص وما بتتفكش ولا حاجه. كده القماشه بتاعتي بعد ما قصيتها كده بالعرض بقت حتتين، حته اهي وحته اهي، وهي كده مقلوبه. لازم تبقى مقلوبه يا جماعه، تخيطوها وهي مقلوبه علشان لما تفرشوها يعني تبقى مظبوطه معاكم. هاجي بقى اعدلها كده بالشكل ده، وهجيب التانية كده قصادها بالقلبه، يعني واحده على الوش بتاع القماشه والتانية كده على الظهر بالشكل ده اهو كده. وبعد كده بقى همسك الحتتين دول كده مع بعض وهخيطهم كده لغايه الاخر دول كده مع بعض. دي كده القماشه بتاعتي بعد ما وصلتها بالعرض كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هوصلها بقى بالطول مع المفرش بتاع السجاده بتاعي علشان طبعا يغطي السجاده كلها زي ما قلت لكم. وده كده المفرش بتاعي بعد ما خلصته وفرشته زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا شيك قوي. طبعا في الوان كتير قوي منه في الغوريه، انت بتجيبي اللون اللي بيليق على السجاجيد عندك وكمان بيليق على الستاير، علشان يعني يبقى في تناغم في الالوان كده وما يبقاش حاجه يعني شاذه. طبعا يا حبايب قلبي المفرش ده زي ما قلت لكم 3 متر ونص، يعني مكلفني 98 جنيه بس. طبعا مبلغ مش كبير بالنسبه لان انت ممكن تجيبيه ب 270 او 370. طبعا بتمن مفرش واحد من السجاجيد التركي ممكن تجيبي 2 أو 3 من المفارش دي وتبدلي فيهم وتحطي في اي اوضه انت عايزاها. لازم طبعا يا حبايب قلبي ست البيت تفكر كده وتفنن علشان تدبر نفسها كده في الغلا والايام اللي احنا فيها دي. طبعا كل حاجه غاليه زي ما انتوا عارفين. وفي النهايه ادانا شكل جميل قوي كده ومفيش فرق بينه وبين المفارش اللي هي سجاده التركي خالص. وكمان الوصله اللي احنا عاملينها فيه
اهي يعني موجوده اهي الحته دي. للي ما يعرفش طبعا ان هو موصول مش هيحس خالص، يعني مش هتبان. وزي ما بقولك لازم تخيطي الغرزه بتاعتك تكون ضيقه ما تكونش واسعه علشان ما يتفكش منك. وطبعا اول ما بيتوسخ بتحطيه في الغساله بتغسليه عادي وبينشف معاكي بكل سهوله وبيحافظ لك على السجاده قوي. لان طبعا اي بيت فيه اطفال صغيرين ما ينفعش تسيبي السجاجيد كده خصوصا في الشتاء، لان هم طبعا بيوقعوا عليها حاجات كتير. اي حاجه هتقع عليها تشيليه وتغسليه بمنتهى السهوله وتحطيه مكانه تاني. لكن بالنسبه للصيف طبعا حتى لو ما حطيتيش مفيش مشكله خالص، لان احنا يعني بنبقى الدنيا حر وكده ممكن تغسلي السجاده في اي وقت. وده بقى يا حبايب قلبي الفيديو بتاع النهارده البسيط، الفكره البسيطه اللي انا عملتها في بيتي يعني، وحبيت ان انا افيدكم بيها. يا رب بقى تكون اي واحده فيكم يعني استفادت منها. لو عجبكم بقى يا حبايب قلبي الفيديو ده ما تنسونيش بقى لايك والشير علشان الكل يستفيد، وكمان اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس بعد ما تشتركوا علشان يوصل لكم اشعارات في كل جديد. بحبكم في الله، ما تنسونيش بقى في الدعاء. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد.